متحمسة للقاء الأخضر السعودي لأنهم كبيرين آسيا. إن شاء الله الفوز عراقي. اليوم احنا فرحنا لأنه تكون عندنا المباراة الأخيرة هي مباراة الفرصة الواحدة. أملنا كبير بجماهيرنا اللي اجت واللي حضرت دعواتنا ناس بصراحة راح يكون إن شاء الله من هذا المكان التأهل. كانت حلوة بس منتخب العراقي راد لها تعديلات بالتشكيلة وإن شاء الله ننتصر على منتخب السعودية ونتأهل إلى كأس العالم. مبروك لهم إن شاء الله مباراة ثلوث بيننا وبين واللي يفوز ألف مبروك ونتأهل سوا بإذن الله وكل المنتخبات الخليجية. مباراة كثير جميلة وألف ألف مبروك لإخواننا الأشقاء المنتخب العراقي، وإن شاء الله مباراة السعودية والعراق كوني أنا أردني راح أشجع الحكم أدهم خاطري. والله صراحة الفريقين ما قصروا من البداية، شايف أنا في مواجهة مرة قوية بس الفريق العراقي صراحة أبدع وما توقعت إنه بدي القوة، فاهم؟ جاي مقفل نور والله صراحة، بس ما شاء الله مرة قوية. شعور حلو إن شاء الله، وإن شاء الله اللعبة ضد السعودية إن شاء الله ماكو فرق، بس إن شاء الله العراق يصعد. المنتخب العراقي راح يقول كلمته أمام المنتخب السعودي. الآن يعني قطعنا نص مسافة التأهل إلى كأس العالم. شبابنا كلهم إصرار وعزيمة وقادرين يفوزون على المنتخب السعودي. المباراة كانت سجال بين اندونيسيا والعراق، يعني ما كان في فريق متميز عن الآخر ولا في هجمات خطيرة ما عدا بعد عدم طرد مدافع العراق في المباراة أدى إلى ضغط العراق وسجلوا. كل اللاعبين ما قصروا، لعبوا لعب قوي بالشوط الثاني والحمد لله على الفوز، وننتظر لعبة الجماهير العراقية اللي حضرت على المباراة اليوم معزلة المنتخب العراقي. طبعا اللاعبين اليوم كانوا بالنهاية يعني لياقتهم مو قوية، إن شاء الله بالمباراة القادمة يكون أدائهم أكثر وإن شاء الله تأهل عراقي، ونبتعد عن شحن الأجواء بيننا وبين الجماهير السعودية. احنا بلدين شقيقين واخوان إن شاء الله، واللي تأهل المنتخب العراقي والمنتخب السعودي إن شاء الله هو تأهل عربي بالدرجة الأولى. النتيجة جيدة للأمانة، لكن أداء للأسف يعني ما كنت أتمنى يظهر منتخبنا الوطني بالذات في الشوط الأول بهذا الأداء. يعني كنت أتمنى أيضا حتى نتيجة المباراة تتعزز حتى تذهب في خيارين بالنسبة لمباراتك المقبلة أمام المنتخب السعودي، لكن على أقل تقدير اليوم أنت من خلال هذه النتيجة أبعدت المنتخب الأندونيسي حسابيا عن التنافس على أقل تقدير على البطاقة الأولى والثانية أتكلم، وهذا جانب مهم جدا لمنتخبنا الوطني. إذا ما ندخل في تفاصيل العمل، أنا أشوف الفلسفة الزايدة لجراهام هي اللي كلفت منتخبنا الوطني هذا سوء الأداء. أول شيء هو تغيير نظام اللعب، مو بالسهولة أن تغير نظام اللعب وتطرأ على نظام لعب جديد خلال مرحلة قصيرة جدا. احنا ما شاهدنا هذا نظام اللعب مارس جراهام في أوقات سابقة إلا ما ندر في حال أنه المنتخبنا الوطني متأخر بنتيجة المباراة ممكن أن تلجأ لل4-4-2. من تشاهد نظام اللعب بتنظيم الفريق بالشق الهجومي وبالشق الدفاعي، تشاهد الفريق مشتت كواجبات لاعبين، أتكلم في تمركزاتهم، في انتشار الفريق، في طلب الكرة، في كل تفاصيل العمل. وذكرت لحضرتك بالشقين الهجومي والدفاعي، منتخبنا الوطني ما كان منظم. يعني اليوم أهم جزئية ممكن أن تمتلكها في كرة القدم هو التنظيم. احنا كنا فاقدين للتنظيم، من نمتلك الكرة انتشارنا كان سيء في الخروج والبناء وتفاصيل التحضير اللي ممكن أن توصلك إلى مرمى المنافس. ولهذا السبب ما تشوف عندنا كان فرص كبيرة من خلال الشوط الأول في وصولنا إلى مرمى المنتخب الأندونيسي. كذلك حتى بالشق الدفاعي مسألة التنظيم من ناحية توجيه الضغط ومنطقة الضغط واستخلاص الكرة كنا أيضا فقيرين بها بشكل كبير. السبب الرئيسي شاهد شيركو اللي توظف للمرة الأولى من خلال هذا المركز اللي هو مركز 10. شاهدنا في بطولة كأس ملك تايلاند هو كان ظهير يمين، في هذه المباراة اشترك كلاعب 10 وفق معطيات أنه هو مع ناديه ممكن أن يشترك في هذا المركز أو ممكن أن يلعب ك7 أو 11 على أطراف الملعب. لكن أنا أشوف هذا المركز ما كان يتناسب مع شيركو من خلال المباراة. وأيضا حجم ميمي بشكل كبير، خط وسطنا كان ضعيف جدا. يعني تكلمنا عن المباراة السابقة بالنسبة للمنتخب الإماراتي، هو مشكلة المنتخب الإماراتي كانت خط وسطه. كذلك منتخبنا الوطني مشكلته الحقيقية في الشوط الأول كانت خط الوسط، لا مسألة طلب الكرة والتحضير ولا حتى بالشق الدفاعي اللي ممكن الثنائي اللي كانوا يلعبون في خط الوسط أمير العماري وكيفن عملوا لك هذا البلوك اللي ممكن أن يحمي المنظومة الدفاعية. بالمجمل المنتخب الأندونيسي ظهر بشوط أول جيد، ووفق أنه إحنا كنا غير جيدين من ناحية التنظيم، وهذا اللي أعطى الأفضلية للمنتخب الأندونيسي. أنا ذكرت في وقت سابق إحنا ما استفادينا من درس مباراة المنتخب السعودي. ذكرت مسألة مهمة جدا هو مسألة التحولات. المنتخب الأندونيسي إذا ما ترجع للقطة الهدف اللي سجلها منتخبنا الوطني عنده تحول بطيء جدا، وهذا كان ممكن أن يستغل من خلال الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني في تعزيز النتيجة.
احنا هذا الجانب ما عملنا عليه. كذلك احنا كانت تحولاتنا بطيئه، تحولاتنا غير جيده، وهذا الجانب اللي اعطى الادفانتج للمنتخب الاندونيسي ان ينظم نفسه، ان يكون ممكن في بعض الاوقات الطرف الافضل من خلال استحواذه، من خلال انتقاله. كل تفاصيل العمل بالمجمل تحتاج الى علاجات، وهذا يجب ان يدارك جراهام على اقل تقدير خلال هذه المرحله، بدءا من نظام اللعب، اضافه الى الاسلوب، بالاضافه الى اختيارك للعناصر اللي هذه النقطه الاهم بالنسبه للمباراه. دخل بتشكيل خاطئ، كانه سيناريو كوزمين مع الامارات يتكرر مع جراهام في منتخبنا الوطني، في اختيار عناصر موجود على دكه البدلاء عناصر افضل ممكن ان تعطيك الاضافه. وشاهدنا مع دخول يوسف الامين وزيدان اقبال منتخبنا الوطني تغير بشكل كامل وتغير بشكل جذري على اقل تقدير من خلال الشق الهجومي، واللي تمكن من خلاله على اقل تقدير زيدان اقبال من تعزيز نتيجه المباراه وتسجيل هدف الفوز. طيب مبارك. بس انا في البدايه احب ابارك لاخوي كابتن صفوان، وانا قلت في السابق بالنسبه للمنتخب الاندونيسي، منتخب الاندونيسي منتخب يعني يمتلك عناصر، وانا يعني يمكن احنا اختلفنا، ولكن في مباراه امام السعوديه اللي كان رتمه عالي ويمتلك لاعبين. بالنسبه للمباريات المنتخب العراقي اخذ النتيجه، هاي الاهم. الشوط الاول على عناصر المنتخب الاندونيسي، الشوط الاول افضل شيء سواه المنتخب العراقي انه طلع يعني سلبي، ما تسجل عليه، كان اوكي منظم في الناحيه الدفاعيه، بس كان ضعيف في البناء من الحارس من جلال بدايه المباراه. يعني انا استغربت اول مره اشوف منتخب العراقي يعني بهالطريقه، ما كان يمكن كابتن صفوان يتفق عندي في هذا الشيء. من بدايه المباراه الشوط الاول الكوره لجلال عكس المدافعين، ما كانوا يبدون الكوره، المدافعين يبدون الكوره صح، الانتشار كان سيء، ما كان يتدرج، مع ان المنتخب العراقي كان منتخبات اللي يمسك الكوره ويلعب تحت الضغط، عنده لاعبين عنده امكانيات. مش عارف يلعب، ما عنده بلان، كان ما يعرف يلعب كوره طويله ويقاتل على الكوره الثانيه اللي هي سكن بول ويلعب بناء من وسط الملعب او يلعب من الحارس. كان اللعب كله كوره طويله وياخذها منتخب الاندونيسي، كوره طويله، ومنتخب الاندونيسي كان مسيطر على المباراه، بس كان واقف 4-4-2 دفاعيا، واقف زين ما تسجل عليه. هذا الشيء اللي طلع منه من الشوط الاول. الشوط الثاني استمر بنفس الطريقه. زيدان صراحه فرق في المباراه، يعني بالنسبه لي هو افضل لاعب المفروض كان يبدا في المباراه، عمل مجهود فردي وجاب المباراه، حتى من دخل عمل فارق كبير. ولكن بالنسبه للمنتخب الاندونيسي لاعبين فريقهم تطور بشكل كبير، وانا كنت متوقع انه يلعب بهذه الطريقه امام المنتخب العراقي بكل امانه. طيب خلينا نروح لنقطه التحول في هذه المباراه وراي كل من ضيوف الكرام. صفوان، نقطه التحول في هذه المباراه بالنسبه لك؟ يعني تكمل بدخول زيدان اقبال مثل ما تفضل الكابتن احمد، يعني اهم عنصر بالفريق، يعني ممكن ان تجلسه على دكه البدلاء هذه مثلبه على عمل المدرب بصراحه. يعني اليوم انت يجب ان تنتقي افضل ما موجود من عندك من عناصر. يعني اذا ما تلاحظ موهبه هذا اللاعب ما تقل شأنا عن صالح ابو الشامات، وبذات السيناريو اللي سجل به صالح ابو الشامات الهدف الاول للمنتخب السعودي هو سيناريو مشابه تقريبا بشكل كبير. امكانياته وقدراته عاليه بالتحكم بالكره، واضاف الشيء الكبير لخط وسط منتخبنا الوطني. احنا الجزئيه اللي تطرق لها الكابتن احمد واللي اكدت عليها في بدايه حديثي، مساله التدرج والخروج بالكره، زيدان ساهم بشكل كبير من خلال تمركزه بشكل جيد، طلبه للكره، ثقته العاليه بنفسه، من 28 تمريره 26 تمريره صحيحه، هذا يدللك على قيمه اللاعب، وخمسه من عدها كانت بالثلث الهجومي للمنافس او الثلث الهجومي لمنتخبنا الوطني. كل تفاصيل العمل بصراحه لزيدان اقبال مميزه، بالاضافه الى حتى ممكن يوسف الامين اللي ينطى جهه يمين جيده بالنسبه لمنتخبنا الوطني. وهو بشكل عام يعني جراهام ما بين الشوطين مع دخول هذه الاسماء غير حتى من شكل الفريق. شاهدنا بايش ايضا ممكن قريب من ميمي او تحت ميمي بمركز 9.5، اعتقد ايضا نقطه اضافه بالنسبه للمنتخب الوطني. لكن نقطه التحول لمنتخبنا الوطني هو دخول زيدان اقبال، بعيدا عن تسجيله لهدف المباراه، لكن اعطى الروح لوسط ميداننا، اعطى الافضليه النسبيه بالنسبه لاستحواذك على الكره لوصولك الى مرمى المنافس، واللي كنا فاقديه بشكل كبير بالشوط الاول. زين. بالنسبه للكابتن زيدان بصراحه حتى في التصفيات لما كان يلعب ضد منتخب عمان وكويت كان هو اللاعب الوحيد اللي يعمل الفارق يعني بالكوره وفي وسط الملعب. زين. كابتن عبد الرحمن محمد، انت قلت تبديلات المنتخب العراقي صنعت الفارق.
صحيح، يعني أبارك طبعا كابتن صفوان والشعب العراقي هذا الفوز المهم جدا ب3 نقاط، وحولت مباراة السعودية والعراق إلى ملحمة كروية كبيرة جدا. فتغييرات جراهام أرنولد كانت مؤثرة تماما على سير المباراة، خصوصا التغييرين، واحدة في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46 إذا كان زيدان قبالة ويوسف أمين، حتى في الدقيقة 69 علي جاسم وعمار محسن لما دخلوا في المباراة أعطى المنتخب العراقي أنه يعني يكون مميز في وسط الملعب. وفعلا يعني وسط الملعب المنطقة الحيوية اللي يعتمد عليها كل فريق. يعني يمكن نوعا ما اختلف يا كابتن صفوان بطريقة اللعب 4-4-2، هي طريقة جيدة لأنه يعني داخل المباراة يبغي الفوز، فلازم يلعب بطريقة 4-4-2، لكن توظيف اللاعبين وكيفية الوصول لمرمى المنافس كان يفتقدها المنتخب العراقي خلال سير المباراة. ومنتخب العراقي عودنا أنه دائما يبني الهجمة من الحارس وينتقل لما يوصل إلى الهجوم، لكن أكيد يعني أرنولد لعب على الجزء الثاني، وهو أنه يعتمد على الأوراق الرابحة اللي عنده في دكة الاحتياط ويعمل ضغط على المنتخب الاندونيسي. خصوصا المنتخب الاندونيسي عمل مجهود كبير جدا في مباراته ضد السعودية، وهو استغل هذا الجهد البدني للمنتخب الاندونيسي. جميل. بندر، موقف دفاعي وتقدير حكم هو غير او هو ما غير مجرى المباراة، هذا رايك او نقطة التحول اللي ذكرتها؟ في لقطة فيصل الدقيقة 66 اعتقد، تدخل من زيد تحسين مدافع العراق، كان في انفراد صريح لمنتخب اندونيسيا، واعتقد انه زيد وقتها قد شاف هذه اللقطة. زيد قدرها في لحظتها انه لو راح المهاجم هو في حالة 1-1 على الحارس في مسافة كبيرة، فهي هدف او ممكن انها تكون ضايعة، بس هي فرصة هدف واضحة. فإعاقة هذا اللاعب حتى لو طردني الحكم، فأنا في النهاية ما طلعت أو ما خسرت هذه المباراة أو خسرت أفضلية المباراة ب1-0 بدل ما تكون تعادل. فكان أو حط الحكم تحت تقدير الحكم في رأيه تجاه هذه اللقطة، والحكم قدرها لأنها كرت أصفر، فكان قرار جدا جريء من اللاعب في هذه اللقطة أنه في نهاية الأمر سواء طردني ولا ما طردني أهم شيء نتيجة تكون 0-0 في الدقيقة 66. أعتقد هذه كان نقطة التحول. والشيء أنه زيد تحسين انطرد في نهاية المباراة، وهذا يعني غياب المباراة الجاية، زائد أعتقد إصابة المدافع الآخر مناف يونس. إضافة إلى ذلك ما أعرف كمية الغيابات اللي يعاني منها المنتخب العراقي في الجولة القادمة أو في مباراة المنتخب من المنتظر ماجد أو أيضا أيمن حسين أو حتى ماركو فرج وغيرهم من الأسماء اللي ما نعرف صراحة هل بيكون جاهزين لهذه المباراة ولا لا، لأنه تحديدا غيابات كبيرة وضخمة للمنتخب العراقي في ظل منافسة صعبة ضد منتخب سعودي في ملعبه ومطالب بالفوز. أول شيء ألف مبروك كابتن صفوان، ألف مبروك للشعب العراقي. أتذكر أنا والكابتن أحمد كانوا قبل هذه المباراة في الجولة الماضية، أنت فيصل ما كنت شاهد هذا العصر أو ما كنت حاضر، كنا نقول إن المنتخب الاندونيسي ترى منتخب قوي، لا يغرك من اللي صار مع المنتخب السعودي، ترى المنتخب الاندونيسي قوي، وعلى العراق انه يحذر، اهم شيء يطلع من هذه المباراه منتصر، يطلع منافس ويضمن يتأهل مباشر او ملحق. وهذا اللي كنا نتكلم عنه. خالفنا كثير صفوان، خالفنا كثير كابتن عبد الرحمن، ولكن هذا انتصار لك يا كابتن احمد، دعني انتصر لك اليوم. بندر، المنتخب يمكن صفوان يتذكر كان معي في بطولة تصفيات الالعاب الاولمبيه، وانت مناصر كنت كان العماري هذا يلعب لي في النص. العماري كنا نتكلم عن وحتى ما سمعت العماري كنا نتكلم عنه كلاعب مميز، لكن نتكلم عن المنتخب الاندونيسي وتطور المنتخب الاندونيسي اذا تتذكر. صحيح. تطور كبير صراحه. ابو ناصر، الجانب البدني، شوف الشوط الاول في افضليه واضحه للمنتخب الاندونيسي من جميع النواحي، سواء من النواحي الدفاعيه وحتى النواحي الهجوميه. الشوط الثاني اللي جعل المنتخب العراقي وجهه نظري انه يكون افضل والمنتخب الاندونيسي انه يكون اسوء من الشوط الاول، اتوقع نسبه كبيره للجانب البدني. المنتخب الاندونيسي لعب مباراه كبيره جدا ومرهقه بدنيا ضد المنتخب السعودي، ارتاح يومين بعدها لعب مع المنتخب العراقي، فاعتقد ان العامل البدني هو المؤثر او نقطه التحول في الشوط الثاني هو العامل البدني. طيب خلنا بعد ما شفنا رايكم خلونا نشوف مبارك الصفا بعد
يزعل علي. لا ما مبارك يزعل. كابتن صفوان وللشعب العراقي الحبيب هذا الفوز. الكل قام يزعل كذا بس على بس الجوانب الدفاعيه لكابتن صفوان المنتخب العراقي دفاعيا كان واقف المباراه صح، خذ المباراه اللي ينتظرون ترى ما مشكله، بس هو لازم الجماهير منتخب بلاد عشان يا هجوميا نتكلم، دفاعيا انا اشوف بالنسبه لي